السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يوم جديد ان شاء الله بأمر الله، رزق جديد. استلمنا النهاردة الكتاكيت. بصوا انا رايحة مستلماهم بدي، عندك كرتونة عندك اي حاجة مستلماهم بدي. طبعا الجو هوا وكنت مغطياهم كده تمام. ده لحد ما جبتهم من البيطري، يعني انا بمشي اصلا، يعني هو مش بعيد عني. طيب انا عاملة ايه قبل ما انزل؟ مجهزة لهم المكان بتاعهم، مولعة اللمبة اهي. انا حطاهم المره دي عندي بره عشان الاوضه اللي جوه لسه، يعني لسه الدوره التانية مكانها لسه ما طهرتش، لسه ما جهزتش اهو. بصوا شايفين اهو السبت اللي احنا كنا حاطين فيه، بس طبعا التاني كان برجول، ده التاني انا كنت غسلاه مطهراه من قبليها وحاطه لهم الشبك بتاع التحضير تمام. هنقلهم مكانهم ونشوف هنعمل ايه مع بعض في اول يوم ان شاء الله. يا رب رزق جديد بخير جديد بامر الله، ونبدا مع بعض يوم بيوم الدوره الجديده. طيب بالنسبة للناس اللي أول مرة تربي ما تعرفش تجيب منين كتكوت كويس أو تعرف منين علامة الكتكوت الكويس، بصي يا حبيبة قلبي، أولا ما تستلميش كتكوت وزنه أقل من 40 جرام. ماشي؟ يعني أنا وأنا بستلمهم أنا بحطهم على الميزان، وبقى هحط لكم الصور برضو في الفيديو، وبشوف ميزانهم قد إيه. ما تستلميش كتكوت أقل من 40 جرام تمام. تاني حاجة، خدي الكتكوت كده، خديه على إيدك كده وقلبيه على ظهره. لو ما عدلش نفسه في ثواني، يعني بصوا تاني اهو، ثانية واحدة حبيبي، ثانية واحدة عشان ما تتهورش اهو. بصوا انا ماسكاه على ظهره، لو الكتكوت ما اوحش معاكي كده وقلب نفسه في ثواني ما تاخدهوش تمام. اوريك واحد تاني برضو اهو. بصوا انا ماسكاه اهو على ظهره، لو الكتكوت ما اوحش معاكي كده وعدل نفسه في خلال 5 ثواني ما تاخدهوش. اعرفي ان الكتكوت ده سردة ولا هيدي معاكي وزن ولا هيعمل معاكي اي حاجة تمام. انا الدوره دي ان شاء الله بامر الرحمن يا رب ادينا خيرها ان شاء الله. انا جايبه كب، الكب بيبقى ليه نقطه سودا كده، مش عارفه باينه معاكم في الكاميرا ولا لا تمام. اهي مكانها هنا اهو وهنا. طيب معنى كده ان كل الكب ليه نقطه سودا؟ لا، بصوا ده كمان باين فيه اهو، اهي في راسه اهي. معنى كده ان الكب كله فيه النقطه السودا دي؟ لا مش كله اهو، ده مش باين فيه اهو. بس تجيبي بقى من مكان انت واثقه فيه. بصوا اهي، اهي النقطة السوداء اهي في راسه. الكب بقى حبيب الملايين زي ما بيقولوا، الوزن بتاعه ما شاء الله ما شاء الله يا رب ادينا خيرها، الوزن بتاعه بيبان عليه على طول. غير كده بيرمي لحم في الصدر للناس اللي بتحب البانيه تمام. انا حطيتهم هنا مكانهم. انا عندي برضه حاطه لهم حته قماشه كده بالليل طبعا، لان انا عندي هنا ده في وش باب الشقه، دي بالليل هغطيهم بيها. او لو مش بالليل، اي وقت تحسي ان الكتاكيت بتاعك كشت كده على بعض ولمت على بعض وسقعت، لازم تغطيهم. ممكن على الظهر ده كده من فوق تغطيهم باي حاجه بقى، عندك قماشه قديمه، دفايه قديمه، ملايه قديمه تحطيها عليهم. هنشوف هنعمل ايه الاكل مع بعض دلوقتي حالا. طيب هنا اهو البيض اللي انا جايباه، البيض الناعم اللي هي المرحله الاولى 23% بروتين 23%. انا المره دي هحضنهم، المره اللي فاتت كنا محضنين على زبادي، المره دي هحضنهم على حته جبنه قريش. اي بروتين. يا لهوي، نطوا من البتاع نطوا من البتاع على الاكل، بسم الله. تصدقوا كده لازم اقفل عليهم بقى، احط كراتين في الجناب. آه المره اللي فاتت حضرنا على زبادي، المره دي انا محضنه على جبنه قريش. اي بروتين عندك، بيضه مسلوقه، جبنه قريش، معلقه زبادي، اي بروتين عندك تقدري اللي انت تحضني عليه تمام. البروتين بيخلي الفرخ يسحب في الاكل، بيخليه يسحب في الاكل حلو، بيفتح نفسه، بيفتح شهيته على الاكل. بصوا الاخرام ضيقه قد ايه وعدوا منها صغننين. البروتين بيخلي الفرخ يسحب معاكي في الاكل ما شاء الله، ويفتح شهيته على الاكل تمام. دي اول حاجه اكل انا هحطها لهم، بس الاول هحط الميه اول حاجه. الاول بحط ايه على الميه اول يوم؟ محلول جفاف من الصيدليه، الاملاح بتاعت محلول معالجه الجفاف تمام. بقسمه على نصين، نص هنا ونص احط لهم واحده تانية برضه عشان كلهم ما يتلموش على حاجه واحده ولا يعرقوا بعض. بدوبه في الميه وبحطه لهم، ودي هحط لهم الاكل. بس الاول هحط لهم الميه اول حاجه، لازم استقبلها عليهم وتنزل معدتهم من محلول معالجه الجفاف تمام كده. طبعا انا براقب حيويتهم، بشوف نشاطهم، بيتحركوا. طبعا نطوا في الميه، مش عارفه انتوا كنتوا معايا الدوره اللي فاتت، الناس اللي كانت متابعه معايا من الدوره اللي فاتت نفس الحركه. اول يوم واحد دخل وقف في الميه اهو، 2 بقى المره دي 2.
انا قسمت لهم الميه على 2، واحده هنا وواحده هنا. طبعا المكان ده واسع جدا عليهم، بصوا السبت كبير، فالمكان ده واسع جدا عليهم. انا هضيق عليهم، هقفل عليهم مثلا من هنا كده، من اول الباب كده اقفل لهم الحته دي. وكل ما بيزيدوا معانا في الحجم كل ما بنوسع لهم واحده واحده. السبت ده طبعا بيجي لهم فتره معينه ومش بينفع ان هو يكفيهم، فبنقلهم في مكان تاني برضو اوسع او على الارض. بس لسه لما يخلص اللي جوه اطهرها وانضفها. انا كده دبحت اللي عندي، انضفها واطهرها وكل تمام، وابتدي ان انا احطها. انا هسيب الميه قدامهم ساعه كده، واللهم صل على سيدنا محمد. وبعد الساعه هبتدي ان انا انزل لهم بالاكل. هبقى اوريكم برده كمان ساعه. ماشي. في غلطه بقى انا هنا عملتها، بصوا اللمبه فين؟ الميه تحتيها، ده غلط. الميه تسخن عليهم غلط. انا هنقل البرام التاني ده كده بعيد شويه. وفي نهايه اليوم الاول بصوا احنا خلاص طبعا الدنيا ليلت عندي. نزلت لهم القماشه دي على السبت زي ما اتفقنا، لاني عندي ورايا هنا الباب بتاع الشقه، فهم مش عايزين تهويه مباشره. انا كمان هقفل الحته دي كده. مش عايزين تهويه مباشره، عايزين تهويه بس ما تبقاش تهويه مباشره. يعني ما تجيبيش مروحه تحطيها قدامهم، ما تسيبهمش قدام شباك، بالذات في عمر التحضير. اول 48 ساعه في عمر الكتاكيت اهم 48 ساعه هتحدد معاكي الدوره، اذا كانت ان شاء الله تكون دوره ناجحه او لا قدر الله الدوره تفشل معاكي. تمام. اهم 48 ساعه. طيب عايز اعرف انا حضنت صح ولا لا؟ ثانيه واحده. عايزه تعرفي انت اول ساعات صح ولا لا؟ بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. طب اهو ما تزعلش. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الحته دي كده في الفرخ، الحته دي كده في الفرخ اسمها الحويصله، بمعنى اصح زي عندنا كده المعده. تشوفي الحته دي مليانه ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الحويصله بتاعته عامله ازاي؟ اكل وشارب وانتشاره تمام وبيتحرك والحيويه بتاعته تمام كده، تعرفي ان انت حضنتي صح، وان ان شاء الله الدوره بتاعتنا هتبقى دوره ناجحه ان شاء الله رب العالمين. اللهم لك الحمد. بصوا منظر الفرخ، بصوا عينيه. من العلامات اللي تقولك الكتكوت بتاعك كويس ولا لا، انا قلتها لكم الصبح وبقولها لكم تاني اهي. امسكي الكتكوت بتاعك اقلبيه على ظهره، لو ما قاوحش معاكي كده واتعدل في خلال ثواني اعرفي ان الكتكوت ده مش كويس. من ورا عند فتحه الاخراج بتاعته لو لقيتيها مثلا مدممه، لقيتيها فيها مشكله، لقيتيها مش نضيفه كده، تعرفي ان الكتكوت فيه مشكله. رجله، بصي رجل الكتكوت عامله ازاي. رجله لو رجله ارفع من كده او مش ملحمه، او تحسي ان منظر الرجل من تحت، منظر القدم مش عارفه اجيبها، منظر القدم من تحت فيها مشكله، او الرجل معضمه كده. بصوا من هنا ما شاء الله، بصوا المفصل بتاعه عامل ازاي، تعرفي ان الكتكوت بتاعك فيه مشكله. تمام. انا مكمله على محلول الجفاف، هو اول حاجه لازم بحطها لهم. وقسمت لهم الاكل على 2. تعالوا برضو شوفوا معايا. بصوا الميه هنا على 2، وادي طاجن اهو، وادي التاني. الاكل اهو، حطيت لهم طبق هنا وطبق هنا. ده كبير يا جماعه، بصوا هم بس ايه واقفين عليه اهو. بصوا طبق كبير اهو وطبق تاني صغير. انا دلوقتي هزود لهم شويه اكل هنا اهي. الميه بتاعتهم اهم حاجه الميه تكون نظيفه. يعني انا ده البرام ده مكان ما دخلوا وقفوا فيه عملوا فيه اخراج، ورحت ماسكاه قلبه ومنضفاه لهم. الميه بتاعتهم اهم حاجه تكون نظيفه، ما تكونش سخنه. يعني انت دايما تحطي ايديكي كده في الميه بتاعتهم ما تكونش سخنه عليهم. تمام. ده اول يوم كده في عمر الفرخ بتاعنا، الحمد لله عدى على خير. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم بكره على خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ان شاء الله دوره جديده برزق جديد وخير جديد. اشوفكم بكره في يوم جديد بامر الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله.